نفسيته تعبانة، حزين، طفل حزين. طفل مصاب بالتوحد يحترق أمام منزله بسبب سقوط كيبل كهرباء. وزارة الكهرباء تمتنع عن التعويض. قصة جديدة في منطقة العبيدي. السلام عليكم. عليكم السلام. شنو صار ويا الطفل كيان؟ طلع بالباب ووقع عليه الكيبل 11,000 ونتله واحترق من فوق لجوه. أضراره شنو صار؟ أضراره الجمجمة تضررت، رأسه انبترت إيده اليمنى وأصابعه اليسرى، واحترق رجليه 2. زين. وهسه عمليات يمشي. محتاج حاليا عمليات. محتاج عملية، هو عمليات راسه مستمرة على مود يسوي له ترقيع الراسه، تزريف الجمجمة، على مود لأن الجمجمة الطبقة الثانية متضررة من عندها. وبالنسبة للإيد الكتف مالته وانا يحتاج زرع إيد وأصابع. زين. الشرطة اجوا للمكان الحادث، أي. وثقوا الحادث. نعم. شنو كان التحقيق؟ يعني هم حققوا بالموضوع، شافوا الواير شلون منقطع، وبعدين من اجوا السيارة مالت الكهرباء وسووا وطلبوا من عندهم، رفعوا القضية للقاضي، طلب منهم ممثل قانوني يحضر حتى يشوف شنو المسألة مالتهم، ولحد الآن ما حضر الممثل القانوني. يعني يمتنعون عن حضور، يمتنعون عن لا، التعويض؟ مماطلة يماطلون، يعني واحد يقول فلان، واحد يقول فلان، هالشكل يعني مماطلة. بالنتيجة شنو فهمتوا؟ راح يعوضوكم لو ما يعوضوكم؟ والله ما أعرف يعوضونا أو ما يعوضونا، بس هم قالوا يعني قضية بالمحكمة تاخذ سنين، مو شهر ولا شهرين، تاخذ لها سنين يا الله. زين، واحنا ناس يعني على قدنا، تريد محامين، تريد ركضة، تريد هاي، ما يعني احنا انتم بالاخير الغاية انه تعالجوه فقط؟ احنا نريد نعالجه، لا اريد ابني عمارات ولا اريد انا اخذ من عندهم، اريد بس علاج له، لان هو طفل غير ناطق ما يحكي. زين، هو غير لازم عنده ايدين حتى يقدر يعيش. شلون يعيش؟ هو طفل مو مثل بقية الاطفال، هم يريد يلعب، يريد ياكل، يريد يشرب مي. شلون؟ هذه صورته بداخل المستشفى. هاي بالكندي قبل لا يبترون ايده، يعني هم هاي الأخيرة اول ما دخلنا، بس هم ثواني بعدين يعني ورا كم ساعة، بس يعني قالوا صورته القديمة. صورته القديمة بالتليفون شفتينها؟ بالتليفون. هذا ايضا الكتاب الموجه لضرورة حضور الممثل القانوني لوزارة الكهرباء، لكن لم يحضر الممثل القانوني للمحكمة. شوف شلون طفل يخبل كان. سبحان الله. الحمد لله على كل حال. الحمد لله. انتم اقوياء ان شاء الله، الحمد لله، راضين بقضاء الله. العالمين. الحمد لله على كل حال. طبعا هو الحادث مو الاول. خلال هذا الفصل الشتاء هذا يمكن شفنا 3 أو 4 حوادث رحنا وثقناها في مدينة الصدر، في الزعفرانية، وفي مناطق أخرى أيضا، وقبلها حادث سقوط محولة كهرباء وغيرها. هذه الحوادث تتكرر للأسف وتودي بحياة مواطنين وتضرر مواطنين آخرين، بعضهم يمكن مثل كيان يعني وضعه جدا صعب، وفقد إيده، وفقد ممكن يفقد قدمه أيضا بسبب هذا الشيء. ننتظر وزارة الكهرباء أنه تقدم تعويض بعيدا عن المحاكمة وبعيدا عن القضية وبعيدا عن المتسبب. سقوط كيبل كهرباء في منطقة أدى إلى ضرر كبير لطفل. يا سيادة الوزير، بدون أي تحقيق وبدون أي شكوى من الإخوان هنا، مباشرة اصرف مبلغ وقدم طلب إلى مجلس الوزراء بجلسة مجلس الوزراء بأنه هذه العائلة تضررت بسبب كيبل كهرباء. الجماعة هنا ترى ما يريدون يبنون بيوت ولا يأخذون سيارات، يردون هذا الإنسان، هذه الروح اللي نتحاسب عليها كلنا يوم القيامة إذا سببنا بضرر لها، يردوها تعيش بسلام فقط. تحياتي.